أوفي إيجاريا، اللاعب الذي يريده جوزيه جوميز. أوفي إيجاريا بطل كأس العالم 2017. اللاعب عنده 26 سنة، من ناشئين أرسنال، وتم تدريبه على يد يورجن كلوب. من الأقاويل الشهيرة ليورجن كلوب بخصوص اللاعب إن اللاعب الذي يريد الانضمام لليفربول عليه أن يكون مثل أوفي إيجاريا، وده بسبب إن اللاعب في السبيس أريا اللي هي المساحات الضيقة. اللاعب بيمتلك موهبة كبيرة على المراوغة وصناعة حلول فردية لنفسه. اللاعب انتقل بعد محطة ليفربول لأكثر من محطة، ومنها ريدينج مع جوزيه جوميز، واللاعب استمر تواجده على ذمة ريدينج حتى يناير الماضي. ومن بعد يناير الماضي مر على كام اختبار لأندية الدرجة التانية بالدوري الإنجليزي، وده بسبب عدم التزام اللاعب، وده كان كلام المدير الفني لنادي ريدينج. ولكن لو اتكلمنا عن اللاعب والموهبة اللي بيمتلكها، بروفايل اللاعب هو فيه جودة، تطور، والتأسيس السليم في أفضل منظومة في العالم، الدوري الإنجليزي. وكلام جوميز عن اللاعب إن بيلعب كدفندر وبوكس تو بوكس وهاف ليفت. وكلام جوميز إن محتاج اللاعب يكون كلاعب هاف ليفت، واللاعب حاليا في اختبارات تحت أنظار المدير الفني وتيم السكاوتينج ولجنة التعاقدات. تعال شوف معايا هنا، شوف اللاعب كهاف ليفت، شوف اللاعب وكم المراوغات اللي بيعملها في الشورت سبيس. طب شوف اللاعب التنوع اللي متواجد عنده كلاعب هاف ليفت، واحنا كزمالك بنفتقده. طب تعالوا نشوف مع بعض اللاعب كدفندر ميدفيلدر او بوكس تو بوكس. كدستروي اللاعب جيد، كاستلام وتسلم اللاعب بيعمل اسكان لنفسه قبل ما يستلم الكوره، وبعد ما بيستلم الكوره بيكون مجهز القرار لنفسه، عنده فيجن سواء في الشورت باص او اللونج باص. اعتقد ان الزمالك محتاج الجوده دي، ولكن الاهم، هل جوزيه جوميز قادر ان يحسن من سلوكيات اللاعب في موضوع تاخيره على التمرين او بعد عودته من الاجازه؟ ده اللي هنشوفه الفتره اللي جايه. بس الاهم ان اللاعب يكون على قد المستوى انه هيضيف لسكواد الزمالك.